أهلا بيكم في قناتنا دويتشه ميد فيا. النهاردة أنا جايب لكم مصطلحات في المجال الطبي. Also, wir fangen sofort an. يلا بينا نبدأ. Die Krankheiten, الأمراض. Der Tod, الموت. Die Gesundheit, الصحة. Die Heilung, الشفاء. Die Behandlung, العلاج. Das Rezept, الوصفة الطبية. Der Krankenwagen, سيارة الإسعاف. Das Krankenhaus, المستشفى. Die Untersuchung, يعني الفحص أو الكشف. Das Stethoskop, يعني سماعة الطبيب. Die Klinik, يعني عيادة. Die Operation, يعني عملية جراحية. Die Impfung, تلقيح. Die Allergie, حساسية. Der Schnupfen, يعني زكام. Die Temperatur, درجة الحرارة. Die Erkältung, يعني الزكام. Das Fieber, يعني حمى. Der Durchfall, يعني إسهال. Die Grippe, يعني رشح. Der Husten, يعني سعال. Der Schwindel, الدوار أو الدوخة. Die Ohrenschmerzen, يعني الوجع الأذن. Die Erschöpfung, يعني إعياء. Die Brandwunde, يعني الحرق. Das Asthma, يعني الربو. Der Krebs, يعني السرطان، أعوذ بالله. Die Quetschung, يعني كدمة. Die Verdauungsstörung, يعني عسر هضم. Der Knochenbruch, يعني كسر في العظم. Die Blutung, يعني نزيف. Die Hämorrhoiden, يعني البواسير. Die Magenschmerzen, يعني ألم في المعدة. Der Rheumatismus, يعني الروماتيزم. Die Gliederschmerzen, يعني ألم في الأطراف. Die Schlaflosigkeit, يعني الأرق. Die Vergiftung, يعني التسمم. Die Krätze, يعني الجرب أو الحكة. Die Narbe, يعني الندبة. Die Pocken, يعني الجدري. Der Zahnschmerz, يعني وجع الأسنان. Die Lungen- und Zündungen, يعني التهاب رئوي. Das Anschwellen, يعني الورم. Der Herzschlag, أزمة قلبية. Der Apotheker, يعني الصيدلاني. Die Apothekerin, يعني صيدلانية. Der Zahnarzt, يعني دكتور الأسنان. Der Arzt, يعني طبيب. Die Ärztin, يعني الطبيبة. Die Krankenschwester, يعني الممرضة. Der Krankenpfleger, يعني الممرض. Das Medikament, الدواء. Die Spritze, يعني الحقنة أو الإبرة. Die Salbe, يعني المرهم. Der Patient, المريض. Die Tablette, حبة الدواء. ودير زيروب، يعني الشراب. كده النهاردة احنا خلصنا 67 مصطلح ليه علاقة بالطب. أتمنى تكونوا استفدتوا، ونشوفكم في درس جديد من دروسنا على قناتنا دويتشه ميد فيا. Auf Wiedersehen.